السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا رب. القصه ديال اليوم وقعت في السبعينات، بدات في الاردن وسالت في الولايات المتحده الامريكيه. كان واحد الولد سميتو علي عرسان، ولد عادي ولكن كان مجتهد في الدراسه ديالو، بحيث خدا الباك ديالو ميزات حسن جدا، وبهذه الشهاده قدر ياخذ منحه ديال الدراسه في واحد الجامعه في امريكا. وبهذه المنحه قدر ياخذ الفيزا ديالو وغيمشي يستقر في الولايات المتحده الامريكيه. وعلي ملي بدا الدراسة ديالو في الجامعة تلقى واحد البنت مكفوفة، أي أنها ضريرة. كون معها علاقة صداقة وبدا كيخرج معها. وملي ثقت فيه هاد البنت قررت أنها وعرفت ظروفه، قررت أنها تساعدو بواحد الثمن اللي هو رمزي مقابل هاد المساعدة اللي كيقدم ليها. بقاو هكا واحد المدة طويلة. واحد النهار علي لعب عليه الشيطان، وعوض ما يدي البنت يوصلها لدارها مشى داها لواحد البلاصه وتعدى عليها، حيت انه كان دائما كيدوز عليها كيديها لافاك، وملي كتسالي كيعاود يديها لدارها. داك النهار غرو الشيطان وداها لواحد البلاصه وتعدى عليها. البنت مسكينه تصدمات وبقات كتغوات وبقات كتحلف عليه حتى تمشي تدعيه وتمشي تصيفطو فين يتربى. علي هنا خاف، يعني خاف على راسو، وقرر يتزوج بها. مشى عندها وبقى كيرابها وكيتلف فيها وتيبكي، ودار راسو زعما راه ندم. قال لها بانه راه شحال هادي هو كيبغيها. البنت تيقاتو. هكا قدر علي يتزوج بها وينقذ راسو من الحبس، وينقذ راسو من انه تعيدوا ليه الورقات ويرجع في حاله. اما البنت هنا مسكينه فاقتنعت باللي السيد كان كيبغيها بصح، وفعلا تزوجوا عام 1979. نتج على هذا الزواج 4 ديال البنات. وهاد البنات مساكن كلما كيكبروا وكلما باهم كيتعامل معاهم معامله خايبه، كيعاقبهم على اقل من حاجه. بحيث هو بغى يعيش بناته ويربيهم بطريقته اللي تربى بها هو. وعلي ملي كبروا هاد البنات وصلوا لواحد السن ديال بحال 10 سنين 12 عام بحال هكا، قرر انه يطلق مراته مسكينه. بعد ما تخرج وخدم فواحد الشركه كبيره ووقف على رجليه، فعلا رفع قضيه طلاق على مراته وربح القضيه وطلقوا وخذ الحضانه ديال البنات، بحكم ان مراته كفيفه وما تقدرش تقابل بناتها وما كتقدرش تقوم بالواجبات ديالها. هنا علي قرر يتزوج بنت بلادو اللي كيقول زعما انها غيفهمها وغتفهمو. هنا علي طلع للاردن وقال لوالديه بانه بغى يتزوج، وفعلا والديه لقاو ليه واحد البنت اللي مازال صغيره بزاف، تزوج بها وطلعها معاه للولايات المتحده الامريكيه. وهنا كتزيد المعاناه ديال بناتو، بحيث كانت الزوجه ديال الاب كتعامل مع بناتو بحال الخدم، وهي ويلت شي وحده فيهم تنوض تشكي على باها ولا تقول ليه شي حاجه كينوض يعطيها سلخه وكيهددها وكيهدد خواتاتها باللي هادشي اللي وقع ليها يوقع لاي وحده فيهم جات عنده تشكى عليه من مراته اللي كان اسمها شمو. بقاو على هاد الحال. واحد النهار بنته اللي سميتها نسيمه، اي البنت الكبيره ديال علي، تعرفت على واحد الولد سميتو امجد. هاد الولد عراقي الجنسيه، بغاتو وبغاها، ويعني قرروا انهم يتزوجوا. هي يعني قالت ليه بان عاودت ليه الظروف ديالها، وقالت ليه يعني الا بغيتي تكون العلاقه بيناتنا ولا بغيتي تكون شي حاجه بيناتنا راه ضروري انك تجي لدارنا وتخطبني. مسكينه قالت زعما يجي يتزوج بها، وهكا تقدر ترتاح من العذاب ديال باها والزوجه ديالو، ويعني وتقدر تخرج معاه كيما بغات وتدخل كيما بغات، لان الا مشات تكتشفها كتهضر مع شي واحد راه غادي يحبسها من قريتها. ولكن المشكل هنا ان امجد ملي جا يخطب البنت، علي رفض رفضا كليا وطلب من بنته ما عمرها تجبد ليه الموضوع ديال الزواج على فمها. وهكا نسيم وامجد واحد النهار يعني يوم يفكروا قرروا انهم يهربوا بزوج. هربوا وتزوجوا بلا خبر باها، حيت هما بغاو يعيشوا في الحلال. مشاو واستقروا في واحد الدار. وهنا علي ما تسرطاتش ليه، ولكن هو كاع ما بين ليهم، بالعكس خلاهم يتيقوا بانه ارضخ الامر الواقع. ولكن اللي ما عرفوش بان علي راسو قاصح كيدير غير اللي قال ليه راسو. واحد النهار علي اتصل ببنته نسيمه، قال ليها تجيب راجلها وتجي بغا يتصالح معاهم. نسيمه فرحات مسكينه وجات هي وراجلها امجد، وفي الطريق خداو شي حاجه في يديهم. وملي وصلوا دقوا الباب حل عليهم علي.
دخلهم للصالة. ما جا فين أمجد يجلس حتى علي جبد الفردي وتيرا جوج قرطاسات في جبهة الدري أمجد مسكين. وهكا أمجد مات في البلاصة. أما نسيمة شدوها خوتها ودخلوها لواحد البيت وسدو عليها وحفظوها اشنو غتقول للبوليس. علي اتصل بالبوليس. ملي البوليس وصلوا قال لهم بلي أمجد جا بغا يدي البنت بزز ودخلهم شافوا الدار والروينة اللي داروا هما على أساس أن أمجد هو اللي دارها. البوليس طلبوا منهم باش يشوفوا نسيمة. فعلا خرجت عندهم نسيمة. خداو الأقوال ديالها بالطبع شهدت لصالح علي والبوليس اقتنعوا ومشاو بحالهم. علي هز نسيمة وداها للأردن وزوجها تما بواحد الراجل كبر منها حيد ليها الوراق باش ما عمرها ترجع لأمريكا. ورجع هو لأمريكا وعاش حياته عادي. نادية ونسرين شدوا الباك بغاو يكملوا قرايتهم ولكن علي هنا ما بغاش. بالطبع علي عنده فكرة وحدة ما كتبدلش. عنده فكرة بأن البنات حد قرايتهم حد الباك. لكن من حسن الحظ أن علي في ذاك الوقت كان مريض بزاف والبنات استغلوا هاد الفرصة هذه استغلوها وقنعوه يخليهم يكملوا قرايتهم. فعلا البنات كيشبهوا لباهم في الذكاء. خداو حتى هما الباك ديالهم ميزات حسن جدا. كانوا كيقراو مزيان. سجلوا في واحد الجامعة وبداو كيقراو عادي. من بعد مدة قليلة تلقاو بواحد زوج خوت في نفس التخصص ديالهم. نسرين عجبها واحد فيهم اللي سميتو كوتي وعجباتو. داروا علاقة وبقات أخت نسرين أي نادية بقات كتشوف واحد النهار حتى هي صارحات خو كوتي بالحب ديالها اللي سميتو كوري. صارحاتو بالحب ديالها ليه. ولكن هذا اللي سميتو كوري رفض بحجة أنه بغى يركز غير في القراية ديالو. وفي هذا الوقت نادية ما عجبهاش الحال ردات في قلبها وبقات حاقدة على كوري وعلى كوتي وعلى اختها. كيفاش اختها عايشة مع الصديق ديالها كوتي عايشة حياتها. واحد النهار ما قدراتش تصبر نادية غرها الشيطان والحسد والغيرة ومشات عند باها اللي هو علي. عاودت ليه كلشي على العلاقة ديال نسرين مع كوتي. ونسرين مسكينة غير جات للدار شدها علي عطاها قتلة ديال العصا قطع عليها الكتوبة وحبسها في الدار. وقال لها القراية هي اللي ما عمرك تعاودي تقولي ليا صافي يعني النهاية هي هذيك. هكا نسرين بقات في الدار خلات باها حتى برد وبقات كترغب فيه كل نهار حتى وافق. وفعلا وافق يخليها ومشات تقرا. وباها اللي هو علي وصى نادية يعني واخا خلى البنت تقرا وصى نادية ترد ليها البال الا شافتها رجعت مع كوتي تجي ديريكت عنده تقولها ليه. وبالفعل نسرين بقات رد البال. فعلا نسرين وكوتي بقاو حاضين ردين البال لراسهم ونادية رد عليهم البال. ولكن هكا نادية ما قدرت تحصل عليهم حتى شي حاجة. مدة هما مع بعضياتهم ولكن رادين البال مزيان وعيات نادية ما تحضيهم ما تقدر تحصل عليهم حتى شي حاجة. واحد النهار علي ما كانش تما كان مسافر. شدات نسرين جمعات حوايجها كاملين وهربات هي وكوتي. مشات عندهم للدار وبقات عايشة معاهم. والأم ديال كوتي استقبلاتها يعني استقبال يعني فرحات بها وكل شيء. نادية ملي فاقت الصباح ما لقاتش نسرين. وهي ملي ما لقاتش نسرين فهمات بلي اختها هربات مع خطيبها. ناضت تجمعت الوقفة ومشات حدا الدار ديال كوتي وبقات مراقباهم. تتأكدت بأنهم تما. وفعلا تسنات حتى جا باها اللي هو علي. تسناتو حتى رجع من السفر وعاودت ليه كل شيء. ومشات وراتو الدار اللي كتعيش فيها بنته. وهو مشى عند البوليس وقدم شكاية بأن كوتي اختطف ليه بنته ومحتجزها. فعلا مشاو البوليس لدار كوتي. تما استقبلاتهم السيدة اللي الأم ديال كوتي وخرجت عندهم البنت وهضرات معهم وهكذا تأكدوا بأن البنت يعني عايشة معهم مزيان وما كانلاش زعما ما يخافوا عليها ما والو. وهي بدورها كتشكى من المعاملة ديال الأب ديالها ليها. وهنا البوليس بززو على باها اللي هو علي ما عمره ما يقرب لبنتو ولا يجي لجهتها. علي هنا تصدم وما رضاش
ما رضاش، ما عجبوش الحال بهادشي اللي وقع. اما نادية فبقات كتراقب نسرين وهي كتغلي من الداخل ديالها. واللي زادت طينا بالا هي ان نسرين تعرفات على واحد البنت اللي تقريبا في العمر ديالها سميتها كيليري، اللي جات من ايران. هاد البنت جات من ايران هي والعائله ديالها، ولات هي ونسرين صحابات. وهنا نسرين ملي تعرفت على هاد البنت بدلات الديانه ديالها، ولات مسيحيه. واحد النهار عاودت نسرين لصاحبتها على الاخ ديال صاحبتها اللي كيليري. نسرين عاودت لصاحبتها كيليري على الاخ ديال الزوج ديالها اللي هو كوري. هكا كيليري مشات تلاقات معاه، فعلا عجبو بعضياتهم ولاو في علاقه. وهنا نادية ساقط الخبار، ما حملاتش راسها، ولات مراقبه كيليري، نسات عليها نسرين، ولات مراقبه غير كيليري، والنار الغيره كتشعل فيها. مشات خبرات الاب ديالها بلي كيليري هي اللي خرجت على نسرين. هنا علي قرر يقتل هذيك كيليري، ناض حرض ولدو وخلاه يراقبها. حتى لواحد النهار جات الفرصه المناسبه، جا هذاك حتى الدار ديال كيليري ملي بانت ليه دايزه، جا فواحد الطوموبيل اللي هي ما كتبينش، ودار الفردي دارو في كاتم الصوت. وبالطبع كان واخد الاحتياطات ديالو مزيان باش ما يخلي حتى شي اثار. غير بانت ليه البنت، جبد الفردي تيرا فيها، وكانت مسكينه كتهضر في التليفون. الولد اللي كان تيهضر معاها سمعها فاش غودات، مسكين ما فهم والو. جاو البوليس لعين المكان، يوم يقلبوا ما لقاو حتى شي راس الخيط. داروا البحث ديالهم مع جميع الناس المحيطين بكيليري، والو ما لقاو حتى شي راس الخيط. ومن بعد صافي مشاو بحالهم. نسرين مسكينه ما صبراتش ومشات عند البوليس وبلغات بلي الاب ديالها هو اللي غادي يكون قتل البنت اللي صاحبتها كيليري، هو اللي غيكون منفعله. لكن البوليس تاكدوا من بعد التحريات ديالهم بان علي ما عنده حتى شي علاقه وماشي هو اللي قتل كيليري. وهكا القضيه قالوا في القضيه بان البنت كيليري تعرضت للاغتيال بسبب المعارضه ديالها هي والعائله ديالها. تسدات القضيه. نسرين من مورا هاد المشاكل خافت وقررت تبدل الدار اللي كانت ساكنه فيها هي والزوج ديالها، وخدات واحد الشقه اللي هي يعني في الطابق الثاني. اما كوتي ولا خايف ورد البال لمراتو. واحد النهار خرجوا هو ونسرين ونساو الباب مفتوح، وملي وصلها الخدمه رجع للدار لقى علي جالس كيتسنى فيه. طلق عليه جوج قرطاسات للراس وخرج من الدار بحال ما وقع والو. لقات مو اللي هي مراتو كتسناه لتحت في الطوموبيل، ومشاو بحالهم بحال ما وقع والو. نسرين ملي وصلت الوقيته ديالها، لان الزوج ديالها كان تيوصلها ديما الخدمه ديالها وتيرجع للدار ديالو ملي كتوصل الوقيته كيمشي يجيبها. نسرين ملي وصلت الوقيته ديالها باش تخرج من الخدمه، راجلها ما جاش عليها، كتصل به ما كيجاوبش، عرفات بلي شي حاجه وقعت ليه. دات الطاكسي وجات للدار. ملي حلات الباب لقات راجلها مات وهو غارق في دمياتو، عرفت بلي باها هو مول الفعله. اتصلت بالشرطه ولكن مع الاسف ما توصلوا لحتى شي حاجه. ناضت نسرين واتهمت باها مع الادله اللي عندها، اللي هما التهديدات اللي كيصيفط ليها باها، اللي عباره عن اوديوات دائما كان كيهددها بالقتل هي وراجلها. علي بالطبع اللي هو باها انكر، قال لهم باللي غير ملي كيكون طالع عليه الدم، ملي كيكون مقلق منها كيهضر معاها بديك الطريقه، اما هو فما ما دار والو. البوليس يعني ما اقتنعوش بالهضره ديالو، ناضوا فتشوا الدار والطوموبيل، لقاو فردي ولقاو جهاز ديال التتبع GPS. هادشي باش كان كيراقبها حتى عرفها فين سكنات، حتى عرف السكن ديالها الجديد. يعني كان مخطط لهذا الشيء مش شحال هادي، كان يعني مخطط لهذا الشيء ودار يعني داكشي باش كيراقب وكلشي. اما واحد مراتو اللي هي شمو، ملي شافت القضيه فيها 3 ديال الارواح وقضيه فيها البوليس وعرفت كلشي غيمشي، ناضت تبعت العائله كلها حتى من ولدها اللي هو كبتها. الجريمه عفوا، حتى من ولدها كبتها
باتوا قرات ليهم بكل شيء من طقطق حتى السلام عليكم، كيفاش قتلوا امجاد، وكيفاش ولدها نسيم قتل كيليري، وكيفاش حتى هو قتل كوتي. وهنا العائله كلها دخلت في المحكمه وكل شيء يعني، ودخلوا في التحقيقات، ودخلوا هنا المحكمه حكمت على شمو وناديه بعامين كل وحده منهم. اما نسيم اصغر واحد حكمت عليه المحكمه ب40 عام ديال الحبس. اما راس الحربة علي فحكمت عليه المحكمه بالاعدام. وهذا هو الحسد والغيره فين كيوصل. شوفوا الحسد والغيره ديال الاخت ناديه، كيفاش حسدات اختها وغارت منها، وكيفاش بقات تابعاها كتزيد تحرض عليها الاب ديالها. يعني واخا غيكون علي باغي ينسى وباغي يخلي بناتو يعيشوا، ناديه ما خلاتوش، بقات تابعاه حتى قتل كيليري وقتل امجاد. قتل في الاول بدا بامجد، قتل ملي هي عرفاتو قتل امجد، عارفه بان الاب ديالها غادي يقدر يقتل اي واحد اخر. بقات تابعاه حتى قتل كيليري بالغيره ديالها انها غارت من كيليري اللي وصلت لداكشي اللي هي ما قدرتش توصل ليه، وغارت من نسرين اللي عايشه مرتاحه، وصيفطات كلشي للحبس، وصيفطات كلشي للقبور. ويعني الصراحه هي كانت كتستاهل اكثر من هذيك عامين، اللي حقاش واخا ماشي هي اللي قتلات، كانت هي اللي كتحرض الاب ديالها على القتل. وكنتمنوا هذه الحلقه هذه تكونوا استفدتوا منها شي حاجه، وكنتمنى نكون وصلت لكم الفكره. وشكرا على المتابعه، وكنتمنى اللي تصنت لهذه القصه هذه يدير لايك ويدير اشتراك باش